نقل السلطة بأي شكل من الأشكال أو التعجيل يعني التقصير الفترة الانتقالية، هل يعني من ضمن الحلول اللي ممكن تكون واردة لمناقشتها في مجلس الشعب؟ فليكن، ما المانع من هذا؟ لا أحد يمانع. يعني الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن هو المجلس الأعلى، هو المسؤول التنفيذي الآن الذي يحدث. يعني مباراة بمثل هذه الأهمية لا نجد لها قوات أمن، ولا خطة لتأمين المدرجات، ولا خطة لتأمين اللاعبين في الخروج، ولا نجد شرطة عسكرية. يعني ما هو ده برضه كل ده على علامة استفهام. إنما لن نضع مستقبل مصر رهينة في أيدي فوضويين أو في أيدي ناس تريد أن تنتقل مع ذكرى موقعة الجمل. قتلى بالأمس وقتلى باليوم. ليه؟ حرام الشعب المصري دمه يروح هدر ليه بدون مقابل وبدون سبب في مباراة كرة قدم؟ هذا أمر لا نقبله أبدا ولن نصمت عليه. وإن شاء الله بكرة نواب الشعب نرجو أن نتوافق على موقف قوي يخرجنا من هذه الأزمة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. اللقطات اللي احنا شايفينها على الهواء ما زالت من محطة مصر، الجماهير في انتظار جسامين الشهداء اللي هتصل من بورسعيد. ربما يكون القطر وصل أو على وصول، واحنا بالتأكيد هنفضل متابعين لحد وصولهم.